السلام عليكم. الحكم على اللاعب إلياس شاعر ب12 شهرا حبسا. إليكم التفاصيل. حيث أصدرت المحكمة أنفيرز البلجيكية اليوم الجمعة 23 من فبراير حكما على الدولي المغربي إلياس شاعر ب12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، وذلك بعد تورطه في الاعتداء على سائق شاحنة مع تعويض يقارب 14 مليون سنتيم. وحسب الصحيفة البريطانية حكم على اللاعب الشاب ذو 26 عاما ب12 شهرا حبسا موقوف التنفيذ، وكذلك بدفع غرامة مالية لصالح الضحية تعويضا عن الضرر الذي لحق به قدرها 135 ألف درهم، في حين حكم على شقيقه جابر بالسجن. وتوبع إلياس في هذه القضية عقب شجار شارك فيه رفقة شقيقه جابر وبعض أصدقائهم مع سائق شاحنة في مدينة بازيل الفرنسية سنة 2020، حيث نتج عن هذا الشجار إصابة السائق الذي قرر ملاحقة الشاعر وأخيه. وفي الأخير نرجوكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.